شوفوا هي هاي الهدية اللي كان طالبها من عندي. اوكي، شي يتعلق بالبلاي ستيشن، هيجي كيبورد وذني السوالف. وهم كان محتاج او كان طالب هم من عندي كومب مالت طابة، وجبت لها مات ابر اضافيات لان دائما تنكسر عندهم الابر. بس راح نصعد نغلفها بدون ما يشوف حتى نسوي له سربرايز. تخيلوا افترضت كوما محلات، يلا لقيت هاي الكيكة، مخلصين كل الكيكات. هاي كيكة اسمها برنسس تورتا، مشهورة كلش بالسويد. هاي الوردة مالتها واقعة. هي عبارة عن شو اقول لكم، يعني قطعة كيك وبعدين كلها كريمة خفق وبيها مربى ويجي عليها هذا عجينة اللوز. وهسه علاوي راح يروح ينفخ لي ذني البالونات، مو حبيبي؟ حتى بومب اشتريت لك حتى ما يحتاج تنفخ. يلا روح تفضل. اكيد واضح شنو هذا جيمر للناس اللي ما تعرف. هسه بس منطر يبرد. تقاليد عائلتنا بيتي انا يعني، فاحنا دائما نبدي السنه الجديده بانه نتريق جيمر. ومرور السنين صارت هاي شغله يعني خلاص تقاليد صارت عندنا، فان شاء الله باكر راح نتريق بيه. وصورت لكم خطوه بخطوه، مع ان الوصفه موجوده بحسابي الثاني قبل يمكن قرن انا منزلتها، بس المهم صورت لكم خطوه بخطوه. وان شاء الله باكر بس يعني اقدم واخلص امنتج لكم الفيديو انزل لكم اياه وتدللون من عيوني. منو يعرف شنو دا اسوي؟ اعتقد كل العايشين هنا يعرفون هذا شنو، او يعني شنو اسمها قصدي هاي الشغله، لانه اكيد مبين هو شنو. بس اللي يعرفون كتبوا لي شنو اسم هاي الشغله هنا بالسويد. باعوا المفروض هيك يكون شكله. أنا غفلت عن هذا دقيقة، رجعت لقيته كله محروق. حرامات، هاي 400 غرام لوز راح تندب بالزبالة. مفروض هو هيك يكون شكله. هم زين كان عندي شوية باقي قدرت أسويه لأن الأطفال طالبين من عندي صارلهم كم يوم. المشكلة هسه شلون أطلعه؟ لزق يعني هذا شلون؟ يعني هذا الفوقاني أقدر أطلعه، بس هذا أفتح عليه مي الحار يمكن، أو أرجعه على الطباخ شوية حتى بس يفك. بس شلون راح يرجع؟ إذا ذبه بالزبالة لازم يبرد وراح يرجع يصك. اوكي هسه صار جاهز. بس مقصات هذا بالسويدي يسموه برندا ماندلر، واذا بدنا نترجم الجمله يعني هي في اسمها يصير يعني كانما واحد يقول لوز محروق. اوكي، وهاي ياكلوها هواي بايام الكريسماس، وهسه يعني ايام عيد راس السنه وهيك. سمعوا القرمشه مالتها كلش طيبه. انا منزله وصفتها من قبل كلش سهله هي، بس هم راح انشرها هنا مره ثانيه. واللي يحب يجرب خليه يجرب هاي الوصفه وبس.